لو سألتك مين اللي اخترع فكرة الجامعة في العالم، أكيد عقلك هيروح على طول لجامعات أوروبا زي إكسفورد أو جامعة كامبريدج أو حتى السوربون. بس الحقيقة اللي العالم بيحاول يخبيها هي أول جامعة في تاريخ البشرية بدأت بقرار من سيدة عربية من قلب المغرب العربي. قبل ما العالم يعرف يعني إيه شهادة جامعية بقرين، هنحكي النهاردة عن الأسطورة اللي سبقت زمانها بألف سنة. عرفته على السيدة فاطمة الفهرية صاحبة أقدم جامعة في العالم. فاطمة ما كانتش مجرد ست عادية، قصتها بتبتدي لما هاجرت مع عائلتها من القيروان في تونس وصولا إلى المغرب، ولما والدها وجوزها توفوا ورثت ثروة ضخمة جدا. قررت فاطمة إنها تستثمر الفلوس ديت في التعليم وفي تنوير عقول بشر. وفي سنة 859 ميلادية قررت تبني جامع وسمته جامع القرويين، أو كان اسمه جامع القرويين. بس الغريب مش إنها هي اللي ميلت المشروع بفلوسها، لا، دي هي كانت مشرفة على عملية البناء. الأغرب إنها صامت كل فترة البناء لحد ما الجامع خلص. ضمن في الموضوع إن الجامع ده ما كانش للصلاة فقط، كان شرط أساسي لبناء الجامع التعليم، وعشان كده لقبت فاطمة الفهرية بأم البنين. أعتقد إن أنت سمعت الاسم ده قبل كده. الموضوع بدأ نجد، لكن مع الوقت اتحول لخليط بقى فيه حلقات لتعليم القرآن والفقه، وده العادي. لكن مفاجأة إنهم بدأوا يدرسوا فلك وطب ورياضيات وكيمياء وتاريخ، وتحول الجامع لجامعة كبيرة. الشيء السالم اللي انت ممكن ما تتوقعهوش او تستوعبه اللي الجامعة دي شغالة لغاية النهاردة. الجامعة دي سبقت جامعات اوروبا بقرون، وتخرج منها علماء غيروا وجه التاريخ زي ابن خلدون وابن رشد، وحتى غير المسلمين بييجوا يتعلموا فيها، وكان على رأسهم البابا سلفستر الثاني. ويقال انها هي اللي نقلت الارقام العربية لاوروبا. ونهضة القرويين مش مجرد اثر، دي مسجلة في موسوعة جينيس لأقدم جامعة في العالم لسه شغالة لحد النهارده. مكتبتها لوحدها حكاية، فيها أكتر من 4000 مخطوطة نادرة، منها نسخ أصلية ومقدمة ابن خلدون. قصة فاطمة الفهرية بتعلمنا إن القوة والنعمة والعلم هم اللي بيعيشوا. ست واحدة بفلوسها وإخلاصها، وإنهم قررت تبني مؤسسة بقى أكتر من 11 قرن بتنور عيون البشر. المرة اللي جاية لما تسمع أو تسمعي جامعات زي إكسفورد أو هارفارد، افتكروا إن الأصل كان هنا من قلب مدينة فاس في المغرب، وبإيد ست عظيمة اسمها فاطمة. والآخر السيدة فاطمة الفهرية ما كانتش مجرد مبني من طوب وحجر، ثابت لينا رسالة بتقول إن الإرادة والعزيمة والفلوس اللي بتتحط في مكانها الصح ممكن تغير مجرى التاريخ. جامعة القرويين لسه واقعة وشاهدة، والست العربية هي اللي حطت أول حجر في شرح العلم الحديث. اكتبوا لي في التعليقات إذا كانت نهاية الفيديوهات اللي بقدمها بتفيدكم ولا لأ، واستنوني في الحلقة الجاية عشان نكتشف مع بعض حاجات جديدة في التاريخ الإسلامي. السلام عليكم.